هعمل ايه في حياتي هتعملي زي اقعدي حاطه رجل على رجل زي ما انا حاطه كده. ربنا رزق رزق ما رزقش نبوس ايدينا وش وظهر. ما بستناهوش الدنيا ما بتديش محتاج. ما بستناهوش، ما بدورش عليه. مش كل، لانه لو في بنات كتير قوي كل ما تشوف راجل من بصه تقول لك هو ده فارس احلامي، هو ده اللي انا عايزاه. ما بيطلعش هو، خلاص عشان حضرتك مستنيه بتدوري عليه، عايزه انت اللي تختاريه. لا، هو يختارك وانت تشوفي اذا كان ولا لا. هيبقى عندنا قناعه ورضا انه اللي ربنا كاتبه كويس. بشتغل بعمل فلوس كتير، بحقق بيها طموحاتي واحلامي. ابتدي اخرج بره الصندوق، بره السيركل، بره الدايره اللي انا فيها. ابتدي اتعرف على بني ادمين جداد، ابتدي اخرج في خروجات جديده. الحاجات اللي كنت بتعزمها ما بروحهاش بروحها. اتعرف على ناس جديده. قد يكون هذا سبب من الاسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب لي الراجل المناسب. 5، بنمي عندي موهبه. انا دلوقتي بتعلم ايطالي، بشوف ايه الحاجات اللي ممكن اعملها واعملها. اتعلم ايطالي، اتعلم جيتار، اتعلم رقص بلدي، اتعلم باليه، اتعلم جمباز، اتعلم اي حاجه تنطق روحي، تخلي روحي عايشه. هاتي عصافير، ربي حيوانات، اشغلي حياتك، خلي في روح حواليكي تهتمي بيها وتراعيها وانت ما بفكيش حاجه. نصيحتي ليكي، وعايزه اقول لك انت برافو عليكي ان انت ما تغيرتيلوش، عشان كل اللي دخل التريب دي، كل اللي طلعت الرحله دي وقالت انها اتغيرت له، رجعت عطشانه كده. اوعي بقى انت اشربي ميه كتير. تصدقي كل يوم بنية ان ربنا يرزقك براجل محترم، وكل يوم في كل ركعه، في كل صلاه، في كل دعاء، في كل تسبيحه، على كل سبحه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا رب ارزقني بالزوج الصالح.